مستقبل يبدو أقرب للخيال العلمي منه للواقع تحدث عنه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك. فهو يؤمن بأن واجهات الدماغ مع الآلة قد تغير حياة البشر بشكل جذري. الفكرة لدى ماسك تقوم على زرع شرائح سبرانية داخل الدماغ لربط الإنسان مباشرة بالحاسوب، ما قد يفتح الباب أمام قدرات غير مسبوقة. وبحسب هذا التصور يمكن لهذه التقنيات أن تساعد المصابين بإصابات في الدماغ أو العمود الفقري على استعادة وظائفهم وتمكين من فقدوا القدرة على الكلام من النطق مجددا، بل وحتى إعادة البصر لمن فقدوه كليا عبر تحفيز المراكز البصرية في الدماغ. ويرى ماسك أن التطور قد يصل إلى حد استعادة الحركة للمشلولين وإعادة الإحساس للحواس المفقودة في تحول يصفه البعض بأنه يقترب من المعجزات في قدرته على تغيير حياة الإنسان. ورغم الجدل الكبير حول هذه التصورات، إلا أنها تفتح نقاشا واسعا حول مستقبل العلاقة بين الإنسان والآلة وحدود ما يمكن أن تصل إليه التكنولوجيا في السنوات القادمة.